دعوى الطلاق للضرر هي أن تقيم الزوجة دعوى أمام محكمة شؤون الأسرة التابع لها مسكن الزوجية ومحل إقامة المدعى عليه، تطلب من خلالها الطلاق من زوجها للضرر، وذلك إذا ادعت الزوجة إضرار زوجها بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما طبقا لنص المادة 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. وبعد ذلك وبعد أن يتم الحكم بالطلاق يترتب على الحكم بالطلاق حقوق للزوجة، وهذه الحقوق هي طلب مؤخر الصداق، وطلب نفقة المتعة والعدة، وطلب أجر المسكن والحضانة، والنفقة للصغار بأنواعها الثلاث: نفقة المسكن، ونفقة المأكل، ونفقة الملبس، ونفقة بدل الفرش والغطاء، ونفقة مصاريف العلاج والمصاريف المدرسية إذا كان للزوجة من زوجها صغار. أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لإقامة دعوى الطلاق هي صورة بطاقة الرقم القومي ووثيقة عقد الزواج. أما بالنسبة للأدلة التي تستند إليها الزوجة أمام المحكمة في طلب الطلاق للضرر، هذه الأدلة هي عبارة عن شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان يثبتان أن الزوج قد تعدى على الزوجة بالضرب، وأنه لا ينفق عليها، وأنه بدد منقولاتها الزوجية، وأنه دائم التعدي عليها بالسب والشتم. وهذه هي أغلب الأسباب التي تدعي من خلال دعواها الزوجة من طلب طلاقها للضرر، وبالتالي تحيل المحكمة الدعوة للمرافعة. وعندما تطمئن المحكمة لشهادة الشهود والأوراق والمستندات الرسمية والعرفية والتسجيلات الصوتية إذا كان هناك تسجيلات صوتية أو فيديو يثبت واقع الضرب، ففي هذه الحالة تطمئن المحكمة للأسباب المطروحة من الزوجة وتحكم بطلاقها من زوجها طلقة بائنة للضرر. وأخيرا، لسه القانون ياما فيه حكايات، مش عايزك تقلق، وأكيد هتعرف القانون